أهلاً بيكم في بيبرس أكاديمي. تسعين في المية من مشاكل المحللين في الشركات بتكون بسبب أخطاء محدش بيقولها. في الفيديو ده هنعرف أهم 10 أخطاء وحلولها بطريقة بسيطة. أول خطأ إنك تقدم أرقام بس، مفيش قصة، مفيش تفسير. لازم تبدأ بأي تقرير ب3 جمل واضحة. إيه اللي حصل؟ ليه حصل؟ إيه اللي نعمله بعد كده؟ تاني حاجة الدقة مهمة، بس الوقت أهم. 95% صح في الوقت المناسب أفضل من 100% بعد فوات الأوان. إنك تعمل داشبورد تصميم مبهر بس المدير مش عارف يقرأه. اعمل دايماً KPI واضح، تفسير بسيط. اختيار KPI غلط بيضيع شغل شهور. لازم KPI مالي، تشغيلي، جودة، علشان الصورة تبقى كاملة. أي رقم غريب مش لازم تتجاهله. الأوتلاير ممكن يبقى مشكلة وممكن يبقى كنز. عرض البيانات من غير سياق كونتكست، مبيعاتنا 12 مليون. طب هل ده كويس؟ وحش؟ مقارنة بإيه؟ اعرض دايماً مقارنة بالسنة الماضية، مقارنة بالخطة، مقارنة بالمنافس أو السوق لو متاح. سابع حاجة، ما تستناش حد يطلب تحليل. اعمل انسايت شيت شهري وهتبقى محلل برو اكتيف مش رياكتيف. رقم 8 محلل ممتاز بس مش بيتكلم مع المبيعات أو الإنتاج أو الجودة. اعمل اجتماع 10 دقايق أسبوعياً مع قسم واحد، اسمع، خليك قريب، هتفهم مشاكلهم. وزي ما دايما بقول، اكسل وباور بي اي مهمين، لكن التفكير اهم. قبل ما تفتح اي برنامج اسأل نفسك، بتحلل ليه؟ آخر حاجة، ما ينفعش تعرض المشكلة بدون اقتراح حل. لازم توصية جاهزة، نعمل إيه وتأثيرها إيه. وفي النهاية خليك فاكر دايما الجملة اللي بقولها، البرنامج مش هيحل مكان تفكيرك، لكن تفكيرك هو اللي هيخلي أي برنامج يشتغل لصالحك. سلام يا صديقي، وأشوفك الفيديو الجاي.